السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. ورجعنا لكم بقى بعد شهر رمضان والعيد والكحك واللازم منه. هنعمل النهاردة اول حاجة حلوة بعد الصيام وبعد كحك العيد والحاجات دي. هنعمل كيكة البرتقال. كيكة البرتقال دي بالنسبة لي حاجة جميلة جدا وسهلة وبسيطة، حاجة كده بصوا في منتهى الجمال. وهنعملها النهاردة بمعلقتين بس، والمعلقتين دول فيهم سر طراوة الكيك، وهيخلي الكيك بتاعك من اول قطعة لاخر قطعة طري وهش واكنك لسه عاملاه دلوقتي حالا. تابعوا معايا الفيديو علشان نشوف ايه هو السر في المعلقتين، وايه هما المعلقتين اللي احنا هنحطهم علشان يخلي الكيك بتاعي بالشكل ده. عايزه اقول لكم طعمها في منتهى الجمال، طعمها في منتهى الروعه. بدأت من اول قطعه لاخر قطعه وهي لسه في طراوتها وحلاوتها وجمالها. عايزه منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واللي اول مره يشوف قناتي يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله. تابعوا معايا الفيديو للاخر حبايبي علشان تستفيدوا منه. تعالوا معايا كده ونشوف مكونات الكيك وايه هما المعلقتين اللي احنا حطيناهم للكيك علشان يدينا الطراوة والهشاشة والحاجات الحلوة دي. معايا هنا كوباية عصير برتقان فريش لسه عصراها حالا، معلقتين نشا. معلقتين النشا دول هما دول السر اللي انا بقولكوا عليهم. عايزة اقولكوا معلقتين النشا دول هما دول اللي خلوا الكيك بتاعي طري وهش وطالع بنفس النتيجة دي. معايا كوبايتين دقيق، عليهم كيس بيكنج باودر، كوباية سكر، كوباية عصير برتقال، معلقتين نشا، 3 بيضات، وكيسين فانيليا. ومش هننسى طبعا رشة الملح. دي المكونات بتاعتنا اللي احنا عملنا بيها الكيك. تاني: كوبايتين دقيق، كوباية عصير برتقال، كوباية سكر، معلقتين نشا، 3 بيضات، كيسين فانيليا، وكيس بيكنج باودر، ورشة الملح. هنجيب الخلاط بتاعنا، هننزل بقى بكيس بيكنج باودر ورشة الملح ومعلقتين النشا اللي فيهم السر على الدقيق ونشيلهم على جنب. نيجي بقى هنجيب شفشق الخلاط بتاعنا، هنزل بكوباية عصير برتقال، عصير فريش لسه عصراه حالا، وكمان كوباية سكر، والثلاث بيضات، وكمان معايا نص كوباية زيت بس مش هنزل بها دلوقتي، هتشوفوها معايا بس مش هنزل بها دلوقتي، اخليها في الاخر. همسك بقى كل المكونات السايلة دي وهضربها ضرب مبرح في الخلاط لحد لما السكر يدوب خالص وكلها تتجانس مع بعض. هنضربها كويس جدا لحد لما السكر يدوب والبيض والسكر كلهم يتفاعلوا مع بعض. هجيب بقى المكونات الجافة وهقلبها كويس جدا علشان النشا تتغلف، الدقيق يتغلف بالنشا والبيكنج باودر. وعلى فكرة الدقيق دوت منخول، فانتي ممكن تنخليه مرة واتنين وتلاتة عادي بالنسبة لك، مفيش اي مشكلة. قلبي الدقيق بتاعك كويس، وبعد كده هننزل عليه بالسائل اللي احنا ضربناه في الخلاط، اللي هو ايه؟ دقيق وسكر وعصير برتقال. لو عايزة تعززي طعم الكيك بتاعك اكتر، ممكن تجيبي قصنص برتقال وتنزلي بيه على الخليط دوت، برضه هيديله لون وهيديله طعم. بس انا الصراحة اكتفيت بكوباية عصير برتقال، هي كانت كافية جدا جدا للكيك بتاعي، وكانت طعمها والنتيجة كانت هايلة. ايه رأيكم بقى في طريقة الكيك بتاعي النهاردة؟ كيك سهل جدا وبسيط وبمكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت. نص كوباية زيت، وهنزل بيها في اخر مرحلة بعد ما انا ما قلبت الدقيق وكل المكونات السايلة. قلبي كمان تقلبتين تلاتة كده. بصوا الخليط ناعم ازاي ومفيهوش اي تكتلات او اي حاجة. قلبي كويس جدا بالشكل ده. انا في المرحلة دي شغلت الفرن على درجة حرارة 200. جبت الصينية بتاعتي ودهنتها زيت كويس جدا، وهنزل بالخليط بتاعي كله بالشكل ده. انا هنا الصينية بتاعتي مقاس 30. لو انت عايزة الكيك بتاعك مرتفع اكتر من اللي انت شفتيه في اول الفيديو، ممكن تجيبي صينية مقاس 28 او 26، هتديكي ارتفاع اكبر من كده. بس انا بالنسبة لي
الارتفاع ده كويس. دخلتها الفرن على درجة حرارة 180 بعد ما سخنته على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص. وعايزة اقول لكم انا ما ولعتلهاش الشواية خالص، هي استوت منها فيها وشها احمر من سخونية الفرن. وهتشوفوها دلوقتي وانا بقطعها مستوية وتمام تمام، لا معجنة ولا مكتومة ولا اي حاجة، طرية هشة، الارتفاع بتاعها كويس. وشوفوا بصوا الجمال، لونها جميل جدا، ده نتيجة عصير البرتقال الفريش اللي انا حطيته. بصوا بصوا طريقة ازاي، جميلة جدا. معلقتين النشا اللي انا حطيتهم اديت لي طراوه للكيك بتاعي، اديت لي هشاشه للكيك بتاعي مع نخل الدقيق مع البيكنج باودر، ادتني النتيجة الهايلة دي. انا عن نفسي راضية جدا بالنتيجة. وزي ما بقولك لو انت عايزاها مرتفعة اكتر من كده صغري الصينية دي، صينية مقاس 30 ممكن انت تخليها مقاس 28 هتديكي ارتفاع اكبر. بصوا بصوا الطراوة، انا راضية جدا عن النتيجة، النتيجة مرضية جدا جميلة، طعمها في منتهى الجمال من اول قطعة لاخر قطعة، فضلت طرية وهشة وطعمها في منتهى الجمال. اتمنى ان انت تجربيها وتقولي لي رأيك، ولو عجبتك طريقتي النهاردة اضغطي لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة.